تخيل معايا كاين واحد الجدول النبي صلى الله عليه وسلم كان كيديرو، وهذا الجدول العلماء دابا كيأكدوا علميا انه كينظم الدماغ، كيريح القلب، كيزيد من الانتاجيه. واش بغيتي تعيش نهار ديالك مركز مرتاح وقريب من الله؟ ايوا خليك معايا، غادي نشرح لك كيفاش تنظم نهارك بالطريقه الاسلاميه ولكن مدعمه بالعلم الحديث. نبداو بالفجر. داروا واحد التجربه في جامعه هارفارد، داو تجربه على 100 طالب قسموهم لجوج. الفئه الاولى كيقوموا مع الفجر وكيخدموا ساعه ديال التركيز، والفئه الثانيه كتبقى حتى ل 9 عاد كيتحركوا. من بعد 3 اسابيع المجموعه الاولى زادت عندهم نسبه التركيز ب 45% والنوم ديالهم ولا مريح. المجموعه الثانيه بقاو كيعانوا من الكسل والتشتيت والنرفزه. وعن تجربه انا شخصيا مني بديت كنفيق مع الفجر هذه شي 3 ديال السيمانات، كانت كندير غير 20 دقيقه ديال القران والذكر، اقسم بالله كتحس براسك واحد اخر. وهذا الشيء بسبب تناغم الساعه البيولوجيه مع الضوء ديال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لامتي في بكورها. يعني باش يكون نهارك مبارك خاصنا نبداو مع الفجر، ماشي 12 ولا الوحده من بلانش. الاسلام كيامرنا بالوضوء، صلاه الفجر، ثم اذكار الصباح. هاد الامور ماشي غير طقوس، هذه جرعه روحيه زائد التنشيط ديال الاعصاب ديالك. من بعد الفجر دماغك كيكون نشيط بزاف، منطقه البريفرونتال كورتكس مسؤول على الاتخاذ ديال القرارات، كتكون في قمه ديال التركيز. اذا زدت غير 10 دقائق ديال تلاوه القران مع الدعاء كتزيد مستوى الدوبامين الطبيعي وكتحس براسك بادي نهارك بنور داخلي. دابا نهضروا من 6 حتى ل 12. الدماغ ديال الانسان حسب الدراسه ديال MIT كيشتغل باقصى طاقته بين 8 و 11 ديال الصباح. داروا تجربه على موظفين، عطاوهم مهام تحل بالمنطق. الناس اللي كيخدموا مع الصباح حلوا التمارين بدقه بنسبه ديال 30% من اللي خدموا في العشيه. يعني اذا كنتي طالب خدم في هذا الوقت على المراجعه، اما اذا كنتي خدام دير فيها مهام ثقيله، تخطيط حل ديال المشاكل او تعلم مهارات جديده. وما تنساش تخدم بنيه، يعني اي حاجه كديرها في نهارك الا نويتي بها الرزق حلال وخدمه عباد الله راك غادي تاخذ الاجر بحال العباده. في 2025 جامعه UC سان دييغو خدت 80 شخص قسمتهم لجوج. الفئه الاولى كنعس 15 دقيقه بعد الغداء، الثانيه كتبقى بلا قيلوله. النتيجه الفئه الاولى دارت اداء افضل ب 30% في الاختبارات التركيز، وحسوا براسهم محتاجين وحسوا براسهم مرتاحين نفسيا. زيد عليها دراسه في المانيا على 90 شخص بينات ان الناس اللي كينعسوا غير 15 دقيقه في النهار كيتحسن عندهم الذاكره والقدره على ايجاد الحلول جديده بنسبه ديال 80%. واش كتخيل هذه النسبه شحال كبيره؟ يعني الا كنتي طالب وكنتي كتجي في الامتحان 15 بعد ما تطبق غير هاد النقطه ديال القيلوله غيتزاد التركيز ديالك ويمكن لك توصل النقطه ديالك حتى ل 19. من بعد الظهر خاصك توقف ضروري، ماشي توقف على الحياه لكن توقف باش تعطي الجسم ديالك استراحه طبيعيه. العلماء سموها بوست لانش ديب، وهو انخفاض طبيعي في طاقه الجسم بعد الغداء. وانا صراحه ما عمرني عرفت القيمه ديال القيلوله حتى جربتها مع صلاه الظهر مباشره، كتفيق وانت مرتاح وبحال شحنتي البطاريه ديال المخ ديالك كتولي نشيط. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمرو فوتها وكان كينعس ديما فوق ديال القيلوله، وقال: قيلوا فان الشياطين لا تقيل. المهم ملاحظه، الناس اللي كيمشيو ضد الساعه البيولوجيه وما كينعسوش في النهار ولا الليل، دراسه من هارفارد بينت انهم اكثر عرضه للاكتئاب ب 25%. ماشي مشكل في القهوه، المشكل في التوقيت ديال الراحه. دابا من العصر حتى المغرب، من بعد العصر الجسم كيبدا يرجع للمود ديال الهدوء ديالو، علميا كينقص مستوى النشاط الفيزيولوجي وكتولي فتره مناسبه للمهام البسيطه او التامل او المراجعه الساكنه. هنا العلماء ديال ستانفورد داروا تجربه فريده، عطاو مجموعات 10 دقائق صمت تام بلا موسيقى بلا تليفون بلا حركات. النتيجه الانتاجيه زادت ب 30% ونسبه التوتر نقصت ب 40%، والناس قالوا باللي يحسوا بنوع من الوضوح والطمأنينة. وما نساوش الاسلام كيوافق على هذا المنهج. بعد صلاه العصر كتجلس في الذكر ولا كدير جلسه مراجعه النهار او قراءه ديال صفحه ديال القران الكريم او غير كتفكر في نعمه الله عليك. هذا الهدوء كيدير ديتوكس للدماغ ديالك. من المغرب حتى الليل، هنا داروا تجربه في هارفارد ميديكال سكول، جابوا مجموعتين، وحده كينعسوا قبل 11 ديال الليل وحده كيسهروا حتى ل2 حتى 3 ديال الصباح. الناس اللي كينعسوا بكري عندهم نوم اعمق، اقل توتر، عندهم صحه قلبيه افضل والنفسيه اكثر استقرار، وكيستافدوا من الطور الثالث ديال النمو اللي كيتسمى الديب سليب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كينعس بكري وكيوصي بعدم السهر بعد العشاء، وكان كينعس على وضوء وكيتلو آية الكرسي وكيقول اذكار ديال النوم. المهم في الختام، هذا الروتين ماشي ديال واحد اليوم، هذا راه اسلوب ديال الحياه. المهم كتب لي في الكومنت شنو اول حاجه غادي تبدا بها وشحال كتسهر عاده، وما تنساش لايك كومنت دير سبسكرايب هذه القناه وقول لي شنو خاصني ندير.